قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وقول لي رأيك في الكومنتات. بتبدأ أحداث الفيلم في حي النسور مع رجالة رضها أكبر زعيم عصابة، والكل بيخاف منه وبيعمل له حساب. وبيروح واحد من رجالته وبيسأله على رضها، فبتطلع له أمه، ولما بتسأله إيه اللي بيحصل بيقول لها إنهم اتخانقوا مع واحد، وقبل ما ياخدوا حقهم اتلموا عليه أهل القرية كلهم. وبيروح رضها مع رجالته وبيضربوا الراجل وابنه ومراته قدام كل الناس، فبيتحايل عليه أهل القرية إنه يسيبهم ويعتقهم، فبيهددهم إن أي حد هيتعدى حدوده هيقتله ويقطع راسه قدام كل الناس. فبيطلب راجل كبير من رضها إنه يسامحه، وإنه ما كانش يعرف إنهم رجالته، فبيسامحه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيبقى في واحد وحبيبته بيشتروا إزازة مية من واحد اسمه ساشي، وهم ماشيين بيصورهم بالتليفون وبيبعت الصور لمجموعة من صحابه، وبيروحوا كلهم وراه وبيتجمعوا حواليه وبيضربوه وبيكتفوه في الشجرة، وبياخدوا البنت اللي معاه وبيغتصبوها واحد ورا التاني قدام حبيبها. وبيبقى ساشي بيصور كل اللي بيحصل وبعدين بيغتصبها هو كمان، وقبل ما بيمشوا بيهددوها انهم هينشروا الفيديو على النت ويجيبوا لها الفضيحه ليها ولابوها لو اتكلمت. وبنيجي بعدها لجونا اللي بيبقى شاب محترم وجذاب وعنده عضلات، وبيحب انه يحل المشاكل من غير عنف وما بيحبش الخناق. وبيبقى ابوه بيحبه وما عندوش غيره هو واخته ساسا، بس جونا بيبقى له مكانه خاصه عند ابوه. وبيبقى جونا نايم وبيروح ابوه يشوفه، فبيلاقي الشمس بتضايقه فبيحاول يبعد ضوءها. ولما امه بتيجي تصحيه بيزعق لها ابوه وبيقول لها تصحي بالراحه وما تعملش دوشه. وفجاه بتحصل خناقه في الشارع، فبيقوم جونا من نومه وبيطلع عشان يحلها، وبيبقوا اتنين بيتخانقوا مع بعض بسبب بيت، فبيقنعهم جونا انهم يحلوا الموضوع من غير عنف، وان فلوس البيت كده كده هتروح، لكن صحوبيتهم وحبهم لبعض هو اللي هيستمر. وفعلا بيدخل المشكله وبيقتنع الناس بكلامه، وبيبقى ابوه فخور بيه وبيقول لكل الناس انه ابنه. بعدها بيروح باتو لصاحبه جونا عشان ياخده ويروحوا الشغل. وبنعرف ان جونا بيشتغل في مصنع الحجارة، ولما بيوصل الشغل بيطلب من صاحب المصنع انه ياخد اجازة اليومين عشان يدخل امتحان البي تك، وان ابوه نفسه ينجح في الامتحان ده ويعلق اسمه على بيتهم. وبنعرف انه دخل الامتحانات دي من سنين قبل كده وسقط فيهم، ولما بيروح جونا البيت بيفضل يجهز للامتحان ويذاكر علشان ينجح، وابوه بيعمل اليافطة علشان يعلقها، واخته بتفضل تتريق عليه. فبيجي وقت الامتحان وبيطلع جونا للامتحان، وبيديله ابوه قلم يكتب بيه في الامتحان عشان يبقى حظه كويس. بعدها بيبقى ماشي وبيقابل بنت اسمها جيتا، وبتبقى جميلة جدا، واول ما بيشوفها بيحبها من النظرة الاولى. ولما بيخبط فيها بيقع قلمه، فبتديله قلمها وبتقوله انه قلم حظه كويس واكيد هينجح. ولما بيروح الامتحان بيطلع القلم وبيحل كل الاسئلة. وفي الليل بيقابل صاحبه باتو وهو سكران، وبيحكي له على جيتا وجمالها وانه عاوز يتجوزها. فبياخدوا باتو وبيروحوا البيت، واول ما بيوصل بيلاقي ابوه واقف مستنيه عشان يعلق اليافطة، فبيقول له يعلقها. وبتطلع اخته ساسا وبتقول له يروح يجيب لها هديه، فبتاخدهم ساسا وبتروح محل موبايلات عشان يجيب لها موبايل. وهناك بيقابل جيتا، واول ما بيشوفها بيقف يبص لها وبيفضل يعكس فيها، وبيطلع تليفونه وبيصورها. بعدها بيروح يقف عند بيتها وبيفضل يراقبها ويمشي وراها في كل مكان بتروحه. وبيروح لها محل الموبايلات وبيطلب منها تشوف التليفون، ولما بتقول له ان ما فيهوش حاجه بياخد التليفون وبيرميه في الارض، فبتنكسر الشاشه. ولما بتغيرها له بتمسح صورتها اللي كان مصورها لها، وبياخد منها التليفون، وقبل ما بيمشي بيصورها تاني، وبيحلم انه بيغني لها وبيرقص لها. بعدها بيبقى جونا مكلم واحد انه يجيب عريس لاخته، فبيتصل عليه راجل وبيعرفه انه لقى عريس مناسب، وبيقول له انه هيبعت له صورته. فلما بيطلب الراجل صورة اخته بيقول له جونا انهم يستنوا شويه وما يبعتش صور لاخته غير لما يروح ويشوف الشاب. ولما الراجل بيبعت له صورته بيطلع العريس هو ساشي، فبيشوف جونا الصور وبيعرف امه وابوه ان في عريس لاخته وهيروح عشان يشوف اخلاقه ومكان شغله ويسال عنه. في نفس الوقت بيجي باتو وبيوري له جونا صورة العريس وبيقول له ان اسمه ساشي. ولما بيشوف باتو صورة ساشي بيقول لهم انه يعرفه وكان معاه في المدرسة. فبيروح واحد لصاحب المصنع وبيطلب منه انه يساعده في حل مشكلته، وهي ان واحد كان مشتري من واحد قطعة ارض، ولما سعرها زاد الراجل بيطلب فلوس زيادة. فبيقول له صاحب المصنع انه يبعته له عشان يتكلم معاه. ولما بيعرف صاحب المصنع ان رضها في الموضوع بيرجع في كلامه وبيقول للراجل انه ينسى موضوع الارض ده احسن ما يتقتل. وبيكون جونا وباتو واقفين وسامعين اللي بيحصل، فبيسأل باتو هو رضها قوي قوي كده لدرجة ان محدش عارف يقف قدامه. فبيقول له جونا ان رضها قوي فوق ما يتخيل، بس هو يعرفه وليه كلام معاه. بعدها بيوقع تليفونه تاني وبيقول للباتو انهم لازم يروحوا لمحل الموبايلات بتاع جيتا علشان يصلح تليفونه. ولما بيروح المحل بتستغرب جيتا ان التليفون كل شوية يتكسر، وبتفضل البنات اللي شغالة عند جيتا يتريقوا على حكاية كسر التليفون كل شوية. فبيفضل جونا عاكس في جيتا، وبتتضايق جيتا وبتتعصب من اللي بيعمله. وبعد ما بتصلح التليفون
بتركب سكرينة تانية بتمسح صورتها. فبيتضايق جونا وبيروح لها بالليل وهي بتقفل المحل وبيدخل وبيقفل عليهم المحل. فبتزعق له جيتا على تصرفاته، فبيقول لها ان دي الطريقة الوحيدة علشان يعترف لها بحبه وانه بيحبها وعاوز يتجوزها، وبيسيبها تفكر. بعدها بيبعد جونا عنها لفترة وبتبقى جيتا مستنياه وزعلانة انها ما بتشوفوش. وفي مرة وهي ماشية مع ابوها بيبقى في 2 شباب بيضايقوا بنت مجنونة وبيتحرشوا بيها، فبتنزل من على المكنة وبتشتم الشباب وبتحاول انها تلبس البنت قميص بس ما بتعرفش تتعامل معاها. فبيجي جونا وبيقلع قميصه وبيلبسه للبنت بس من الظهر وبيعرف انه يتعامل معاها، وبتقف جيتا تبصله وهي مبسوطة منه. بعدها بيبقى جونا خارج من البيت مع صاحبه مستعجل، فبيقع منه التليفون وبينكسر. وقبل ما بينزل من على المكنة بتيجي بنت وبتديله التليفون وبيبقى باين عليها انها معجبة بيه. فبيروح لجيتا المحل وبيقول لها ان المرة دي وقع بجد، فبتصلحوا له جيتا التليفون بس المرة دي ما بتمسحش صورتها. وبيفهم جونا انها كده بتديله علامة انها موافقة على طلبه، وبتقول له انها معجبة بيه، وبيفرح جونا من اللي بيسمعه. بعدها بيروح جونا مع صاحبه المحل ساشي عشان يتعرف عليه، ولما بيوصل المحل بيفضل جونا يبص على المحل وتصرفات ساشي، ولما بيجي زباين بيقوم ساشي يشوف طلباتهم، فبيفتح باته تليفون ساشي وبيبقى لسه هيشوف الفيديوهات، بس جونا بيزعق له وان اللي بيعمله عيب وبياخده وبيمشوا. وهما ماشيين بيقول جونا لصاحبه انه شايف انه شاب كويس. بعدها بيبقى رضا ماشي وبيخبط في باته بالموتوسيكل من غير ما يشوفه، فبيشتمه باته. فبيقف رضا وبينزل من على المكنه وبيضرب باته، فبتشوف جيتا اللي بيحصل وبتجري على رضا وبتزعق له. وقبل ما يضربها رضا بيجي جونا وبيقف قدامه وبيدافع عنها وبيتاسف لرضا، وعلشان رضا بيحب جونا بيقبل منه الاعتذار وبيمشي. وبعد ما بيمشي بيزعق جونا لجيتا انها وقفت قدامه وانه كان خايف عليها، فبتقول له انها شافت باته بيتضرب فطلعت تدافع عنه، واي حد مهم ليه يبقى مهم ليها. وفي الليل بيعرف عيد ميلاد جيتا من على النت، فبيتصل بيها وبتطلب منه انه يجيب لها هديه تلمس قلبها وتفرحها. وتاني يوم بيقابلها وبيديها الهديه، ولما بيسيبها وبيقوم يجيب لهم عصير بيجي مجموعه من الشباب وبيعكسوها، فبتتضايق جيتا وبتتخانق معاهم وبتضربهم. وبيجي جونا وبيحوشها عنهم وبيقول لها انها جميله وجذابه علشان كده بيعكسوها. بعدها بياخدها لمحل مجوهرات وبيجيب لها خاتم، وبتتفاجئ جيتا من اللي بيعمله علشانها، بس هي بتختار خاتم وهو بيختار خاتم تاني وبيلبسها الخاتم اللي هو اختاره. فبتفرح جيتا من اللي بيعمله وبتقوله انه بقى حاجه مهمه عندها وبقت بتحبه. وفي الليل بيروح رضا لنادي يسهر فيه وبيبقى هناك ساشي واصحابه، فبيتاخر الجرسون في الطلبات عليهم علشان بيبقى مهتم برضا. فبيفضل ساشي واصحابه يزعقوا ويشتموا ويحدفوا الجرسون بازازه بس ما بتجيش فيه وبتيجي في رضا، فبيتضايق رضا وبتهجم رجالته عليهم، وبيتجمعوا ساشي واصحابه وبيضربوا رضا ورجالته، وبيطلعوا يجروا وبيقول رضا لرجالته يدوروا عليهم في كل مكان علشان يقطع راسهم قدام كل الناس زي ما ضربوه. وتاني يوم بتنتشر رجاله رضا في كل مكان يدوروا على ساشي واصحابه، وبيدخلوا كل البيوت والمحلات بس ما بيقدروش انهم يجيبوهم. فبيروح ساشي وبيستخبى عند باته وبيطلب من جونا انه يساعده، بس باته بيحذره وبيمنع جونا انه يتدخل، وبيفضل ساشي يترجاه ويتحايل عليه انه يساعده. فبيوافق جونا وبيقول له انه هيروحوا يتكلم مع رضا، لو قبل الاعتذار يبقى كويس، ولو ما قبلش هيبعد عن الموضوع تماما. فبيروح جونا لبيت رضا وبيطلب من امه انه يقابله، ولما بيدخل بيقول جونا لرضا انه عارف باللي حصل وان ساشي يبقى صاحبه وبيطلب منه يسامحه. فبيتضايق رضا وبيقول له انه هيقتلهم. فبيحاول جونا انه يقنعه وبيقول له البقره لما بتقطع صوره لرئيسه الوزراء مش عشان هي ما بتحترمهوش، بس عشان هي بقره وما تعرفش. وساشي واصحابه نفس الوضع، فبيقتنع رضا بكلامه وبيقول له انهم يروحوا ويعتذروا منه. فبيبص جونا على رجاله رضا وبيقول له ازاي هيجيبوه له ورجالته مش هيسيبوه. فبيقول له رضا يحدد المكان وهو هيروح لهم. فبيفرح جونا وبيخرج يتصل على باته وبيقول له ان الموضوع اتحل ويعرف ساشي علشان يعتذر لرضا. وبيبقى جونا خارج من البيت فبيقابل ابوه وبيساله رايح فين، فبيقول له انه هيقابل واحد صاحبه. وهو ماشي بيقابل جيتا وبتبقى رايحه علشان تشوفه وبتقول له انها بتحبه. بعدها بنيجي لوقت مقابله رضا وبيبقى جونا مع ساشي في المحجر، وبيجي رضا بعربيته وبيشكره جونا انه وافق انه يجي، بس رضا بيبقى ماشي ناحيه ساشي وما بيردش على جونا. واول ما بيقرب من ساشي بيضربه بالقلم وبيوقعه على الترابيزه، ولما بيحاول جونا انه يتكلم بيضربه على وشه وبيقول له يبعد ويسكت. وبيفضل رضا يضرب في ساشي لحد ما بيوقعه على الارض وبيحط رجله على رقبته. فبيبقى جونا خايف وبيتحايل على رضا انه يرحمه وما يقتلهوش ويقبل اعتذاره. فبيبعت رضا رجاله عند ساشي، فبيقول جونا لساشي يبوس رجله ويعتذر له بسرعه. فبيمسك ساشي رجل رضا وبدل ما يعتذر له بيشده وبيوقعه على الارض. فبيزعق له جونا وبيقول له انهم ما اتفقوش على كده. فبيقول له ساشي انه جاي عشان يقتله مش يعتذر له،
وبيطلع سكينة من جيبه وبيقول لجونا انه هيقتله هو كمان. فبيقوم رادها من على الارض وبيحاول جونا انه يعرفه انه ما كانش ليه علاقة باللي بيحصل وما كانش يعرف انه هيعمل كل ده، بس بيحدف واحد من صحابه ساشي ازازة في دماغ رادها وواحد تاني بيحدف ازازة من الجهة التانية. وبيبقى جونا مصدوم من اللي بيشوفه وبيطلع الرابع بتاعهم ومعاه عصاية حديد وبيضرب رادها على ظهره. فبيزعق لهم جونا وبيزق ساشي على الارض وبيحاول انه يدافع عن رادها، بس بيجي اتنين وبيكتفوا جونا وبيتلموا كلهم على رادها وبيفضلوا يضربوا فيه. وبيفضل جونا يزعق ويقول لهم يسيبوه بس محدش بيسمع له. ولما بيقوم رادها وبيضربهم بيجي واحد من وراه وبيضربوه فبيفقد توازنه وبيهجم عليه ساشي وبيفضل يضربه بالسكينة في بطنه. فبيضرب جونا الاتنين اللي ماسكينه وبيروح عشان ينقذه، بس بيتجمعوا كلهم حوالين رادها وبيقطع ساشي راسه. وكل ده قدام جونا وبيطلعوا كلهم يجروا وبياخدوا راس رادها معاهم. وبيفضل جونا يصوت ويعيط انه ما قدرش يدافع عن رادها. بعدها بتيجي الاسعاف وبتاخد رادها وبتيجي الشرطة وبتقبض على جونا وبتعتبره المتهم الاساسي في القضية. وبيعرف ابوه باللي حصل وبيبقى حزين. في نفس الوقت بتبقى ام رادها بتدفن جثته مع باقي رجالته. وبتقرر الشرطة انها تبعت جونا للحبس الانفرادي بعد ما سمعت اقواله والقبض على باقي المشتبه فيهم. بعدها بيروح باتو مع امه وابوه لجونا علشان يزوروه، بس الضابط ما بيرضاش يدخل غير اتنين. فبيقول باتو انهم هما اللي يدخلوا وهو هيقف بره. ولما بيدخلوا عشان يشوفوه بيسألهم جونا عن اخته ساسا. فبيقول له ابوه انه ما ينفعش يجيبها مكان زي السجن. فبيضايق جونا من كلام ابوه وبيطلب منهم انهم يمشوا وما يحاولوش يجوا هنا تاني علشان يشوفوه. وبيرجع للحبس وبيفضل يحلم بجيتا ويشوف صورتها في كل مكان وزعلانه منه. وبعد 3 شهور بيطلع جونا من السجن، وكل ما يقابل حد من قريته ويحاول يسلم عليه ما بيرضاش انه يكلمه وبيبعدوا عنه. فبينادي عليه باتو وبيعرض عليه انه يوصله، بس جونا بيقول له انه يبعد عنه علشان ما يعملوش مشاكل، ولما الوضع يبقى احسن هيتصل بيه وبيسيبه وبيمشي. ولما بيوصل عند محل جيتا بيقف قدامه وبيفتكر جيتا واللي كانوا بيعيشوا سوا. بعدها بيروح لبيت جيتا وبيخبط على الباب. فبيخرج ابوها وبيحكي له انه بعد ما اتسجن كانت جيتا زعلانه وما كانتش مصدقه ان جونا ممكن يقتل، بس ابوها قال لها انها لو فضلت مصممه تتجوزه يبقى تعتبر ان ابوها مات. وبيقول له ان جيتا اخدت القرار انها ما تزعلهوش وفي نفس الوقت تبقى مخلصه لجونا. وبيوري له صورتها وبيعرف جونا انها ماتت. فبيقع جونا من الصدمه وما بيبقاش مصدق وبيطلع يجري وهو بيعيط وبيمشي في الشارع وهو بيفتكر اول مره شافها وقد ايه كان بيحبها، وبيفضل يعيط ازاي هيقدر يعيش من غيرها لحد ما بيوصل عند المكان اللي ماتت فيه وبيتخيل شكلها. وبيجي ابوه وامه واخته علشان يشوفوه ويهونوا عليه. فبيهجم عليهم رجاله رضا وبيضربوهم. فبيدافع جونا عن عيلته، بس رجاله رضا بيفضلوا يضربوهم وبتيجي السكينه في دراع ابوه وبيقع على الارض. فبيضربهم جونا وبياخد ابوه على المستشفى وبيطلع الدكتور من اوضه العمليات وبيقول لهم انه خيط ايده بعد ما اتقطع فيها اوتار كتير. فبيدخل جونا يشوف ابوه وبيقف يعيط تحت رجليه. فبيقول له ابوه انه عارف انه ملوش ذنب بحاجه. ولما بيخرج من الاوضه بتقول له امه انهم خطفوا اخته. وبتدخل رجاله رضا وبيبقوا لسه هيضربوا امه. فبيضربهم كلهم واحد ورا التاني وبيرجع اخته لامه وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيقدر عليه وبيلمهم كلهم على عربيه وبياخدهم وبيروح لبيت رضا. ولما بيحاولوا باقي رجاله رضا يهجموا عليه فبيطلع الكبريت وبيكون عليه جاز وبيقول لهم انه هيولع فيهم. فبتخرج ام رضا وبيقول لها جونا انه ملوش ذنب في قتل رضا وانهم ضحكوا عليه ولو عايزه تنتقم تقتله هو وتبعد عن اهله وبيعتذر لها. فبتقول له انها مش خايفه من اللي بيعمله ولو حرق دول هيجي غيرهم ولو كانت عايزه تاذيه كانت قتلت اهله وهو جوه السجن او كانت قتلته اول ما خرج. وبتديله فرصه اسبوع انه يجيب لها اللي قتلوا ابنها، وبعد الاسبوع لو ما جابهمش هتقتل اهله كلهم. فبيوافق جونا على اللي بتقوله مقابل ان عيلته ما تتاذيش. وبيفضل جونا يدور في كل مكان في البلد ويروح مكان شغلهم وبيجري هنا وهنا علشان يلاقيهم، بس ما بيقدرش يوصل لهم لحد ما بيروح لواحد من اهل البلد وبيقول له انه كان خايف يقرب منه بس عنده معلومه مهمه ولازم يقول له عليها، وهي ان واحد من الشباب اسمه راجو كان شغال معاه في محل ملابس وكان عنده واحده بيحبها وانه شافه مع حبيبته ودخل بيها شقه وبيوصف له مكانها. فبيشكره جونا وبيروح على المكان، ولما بيوصل وبيخبط على الباب بتطلع بنت وبتطلع حبيبته هي نفس البنت اللي ادت لجونا التليفون لما وقع منه على الارض لما كان مستعجل وكانت معجبه بيه. ولما بيسالها عن راجو بتقوله انها ما تعرفش حاجه وانها لو قالت له على معلومه لازم يبقى فيه مقابل. فبتطلب منه انه يعمل معاها علاقه مقابل انها تقول له معلومات عن راجو. فبيوافق جونا، واول ما بيلمسها بيشوف جيتا وبيرفض انه يدخل معاها في العلاقه علشان جيتا. وبتقول له البنت ان راجو راح لها من فتره وانه ما خرجش من البلد بس ما تعرفش مكانه بالظبط. فبيمشي جونا وبيقعد في الطريق يفكر، وبيبقى في مجموعه من الاطفال بتلعب لعبه عسكر وحراميه
فظيع، ولما بيجي يستخبوا ما بيقدرش زميلهم انه يمسك 2 منهم، فبيقول واحد منهم ان الشرطه عمرها ما هتفتكر ان الحرامي مستخبي في بيت الشرطه، فبيقول واحد منهم ان الشرطه عمرها ما هتفتكر ان الحرامي مستخبي في بيت الشرطه. فبيسمع جونا الكلام وبتيجي الفكره في دماغ جونا، وبيروح لصاحب المصنع عشان يساعده، وبيقول له ان ساشي واصحابه لسه في البلد وما خرجوش بره، وانهم مستخبيين في بيت واحد من الشرطه. فبيقول له صاحب المصنع ازاي والشرطه دورت في كل مكان وما لقيتهمش. فبيقول له جونا انه بيتعلق باي حاجه علشان ينقذ عيلته، وبيبعت صاحب المصنع لظابط اسمه سيفاجي ممكن انه يساعده، وانه هيتصل بيه وياخد له ميعاد عشان يقابله. بعدها بيروح جونا وبيقابل الظابط سيفاجي وبيقول له على المعلومات اللي عارفها، بس الظابط بيقول له ان مفيش حاجه من الكلام ده وان ما عندوش حل وبيسيبه وبيمشي. فبيلاقي جونا عسكري بياخد رشوه من واحد عشان ما يتقبضش عليه، فبيفكر يعمل زيهم، وبيروح سيفاجي للبيت وبيطلع هو اللي مخبي ساشي واصحابه في البيت، وبيقول لهم ان جونا بيدور عليهم، وفجاه بيلاقوا الباب بيخبط فبيستخبوا كلهم، ولما بيفتح سيفاجي الباب بيلاقيه جونا رايح يعرض عليه رشوه، فبيزعله سيفاجي وبيكرشه. بس قبل ما جونا يمشي بيشوف خيال واحد في المرايه، فبيدخل البيت وبيطلعوا يجروا كلهم وجونا وراهم، وبيفضلوا يجروا في الغابه لحد ما بيمسك جونا واحد فيهم وبيضربه، فبيقف الباقي وبيهجموا عليه، بس جونا بيضربهم كلهم واحد ورا التاني. بعدها بيبعت يجيب صاحبه باتو وبيقعدوا يشربوا سوا، وبيكلم ابوه وبيقول له ما يزعلش منه لانه هيرجع للسجن تاني. ولما بيسالوا باتو ليه بيقول كده بيوري له ساشي واصحابه وهو مجمعهم في عربيه، وبنعرف ان باتو هو اللي خان جونا لما اتصل عليه جونا عشان يعرف ساشي ان الموضوع خلص مع رضها، وان باتو اللي قال لهم يقتلوه. وبنعرف كمان ان الراجل وابنه اللي رضها كان بيضربهم كانوا اهل باتو، علشان كده كان عايز ينتقم. ومش بس كده، ده جيتا كمان اتصلت عليه علشان يساعدها لما ابوها خيرها بينه وبين جونا وقال لها تقابله، ولما راحت له خد معاه ساشي واصحابه واغتصبوها وصوروها، ولما انتحرت قدامهم قال لهم باتو ان الطب الشرعي هيقول على الاغتصاب. فبيقول له ساشي انهم هيقولوا لسيفاجي يطلعهم من الموضوع، وبيهددوا سيفاجي في فيديو بنته، وبنعرف ان البنت اللي اغتصبوها قبل كده هي بنته، علشان كده بيجبروه انه يساعدهم ويطلعهم من اي مشكله. وبيتفق سيفاجي مع جونا وهو اللي بيسلمه ساشي واصحابه، فبيتجنن جونا على باتو وبيفضل يضرب فيه، وبيقول لسيفاجي يصوره وهو بيرجع حق البنات اللي اغتصبوهم، وبيفضل يقطع في راسهم واحد ورا التاني لحد ما بيجي عند باتو وساشي. فبيترجى باتو انه يسيبه، بس جونا بيقول له ان جيتا كانت بتترجاهم وهو ما كانش في قلبه رحمه واغتصبها معاهم، وبيقطع ايديهم ورجليهم وبينشر الفيديو على كل قنوات التلفزيون. وبتقف الناس مع جونا، وكمان بتقف جنبه جمعيه حقوق المراه، وبيفرجوا عنه بعد ما بياخد رقم 369 وبيخرج من السجن. واول ما بيخرج بيتخيل جيتا وهي بتشكره وبتقول له انها بتحبه. وكالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه لو انت لسه جديد، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى اما احكي لك فيلم النهارده. بيبدا الفيلم في حيدر اباد بالهند، وبنشوف انيميكا وهي بتاكل مع اصحابها، وبتلاقي بلطجي بيتعامل بطريقه وحشه مع اللي بيقدم الاكل، فبتتضايق انيميكا وبتتمنى ان يكون في حد يقف للنوعيه دي من البلطجيه. وهنا بيظهر شيفاجي وبيجرح البلطجي في وشه، ومش بيقدر البلطجي انه يواجه شيفاجي، فبتعجب بيه انيميكا وبتطلب منه رقم تليفونه. وتاني يوم في الجيم بيتذاع خبر موت الممثله المشهوره شارما نتيجه حريق في بيتها، وشيفاجي بيقول لاصحابه انه معجب بانيميكا. في الوقت ده بتوصل رساله منها، فبترد زميلته في الجيم شيا بدل منه، وبتكتب انه عاوز يقابلها، وبتوافق انيميكا. وفي الليل بيروحوا بيقابلها في المطعم، وبتقول له انيميكا انها وافقت انها تخرج معاه علشان هو شكله طيب وبيساعد الناس، وبتساله هو بيشتغل في ايه، فبيقول لها ان ليه شغله الخاص وبيعمل اعلانات على النت. وبيتكلموا مع بعض وبينسوا الوقت لغايه ما المطعم بيقفل، وبيعرض عليها انهم يتمشوا لبيتها، فبتوافق وبتتمشى معاه، وبتعرض عليه انه يطلع ويشرب عصير معاها. وبيوصلوا للشقه وبتقول له ان باباها اللي بيكون رئيس قناه معروفه واثق فيها، وانه اشترى ليها الشقه علشان قريبه من كليتها. فبيقول لها شيفاجي ان شكلها غنيه لكن مش ذكيه علشان تجيب واحد ما تعرفوش لشقتها في وقت متاخر زي ده، فبتقول له انها عملت له اختبارات وحست معاه بالامان. فبيتحرج من كلامها وبيدخل الحمام، لكنه بيسمع صوتها وبيخرج، وبيتفاجئ برجاله بتخدرها وبتخطفها، وبيحاول واحد انه يضربه بالمسدس لكنه بيضربه وبيرميه التاني بالطبق.
وبيجري ورا العربية وبيتصل بالشرطة لكنه مش بيقدر يلحقهم، وبتوصل الشرطة وبيحققوا معاه وبياخدوا الضابط سوامي وبيرجع لبيت أنيميكا وبيقول الحارس رام إن أنيميكا مسافرة، وبيلاحظ شيفاجي كاميرات المراقبة وبيروح مع سوامي وبيشوفوا كاميرات المراقبة فعلا عشان يتفاجئ شيفاجي إن الكاميرات ما فيهاش أي حاجة، وبيشك إن الحارس لعب في الكاميرات. فبيطلب شيفاجي من سوامي انه يفتش شقة انيميكا، فبيطلع سوامي للشقة وبينصدم شيفاجي لما بيلاقي كل حاجة رجعت لمكانها وان مفيش اي حاجة مكسورة، وبيقول للظابط ان في حد رتب الشقة، فبياخدوا الظابط سوامي وبيمشوا. وبيتصل سوامي براجناس وهو بابا انيميكا وبيقول له انهم محتاجين انيميكا علشان يسألوها عن بلاغ متقدم عنها، فبيقول له راجناس ان بنته مسافرة وانه هيتصل بيها ويطلب منها انها ترجع وبيقفل معاه. وبيقول سوامي لشيفاجي انه هيوصله لبيته وانه لو افتكر اي حاجة يكلمه، وبيوصل سوامي شيفاجي لبيته وبيمشي، وبياخد شيفاجي الموتوسيكل بتاعه وبيخرج وبيروح لبيت رانجاس. في نفس الوقت بيكون سوامي بيفكر في كل اللي حصل وبيبان عليه انه مصدق شيفاجي. وفي بيت رانجناس بيشوف شيفاجي اللي خطفوا انيميكا وهم بيشوفوه، فبيؤمر جاجا وهو زعيمهم واحد من رجالته انه يقتل شيفاجي، لكن بيوصل سوامي وبينقذه وبيقول له انه اتاكد من كلامه لان شركة الاتصالات اكدت ان تليفون انيميكا في المدينة. وبيدخلوا البيت وبيشوفوا جاجا وهو بيهدد رانجناس انه هيقتل بنته لو ما سلموش الميموري اللي عنده. فبيتصل رانجناس بالمساعد بتاعه راجيش وبيطلب منه يروح استوديو التصوير ويقابل جاجا ويسلمه الميموري، وبيروح جاجا علشان يجيب الميموري من راجيش وبيسيب رجالته مع رانجناس اللي بيشوفوا سوامي وشيفاجي وبيضربوا عليهم نار، وبيتصاب سوامي في دراعه وبيتقتل رانجناس، لكن شيفاجي بينجح انه ياخده ويهرب بيه في عربية الشرطة وبيطردوهم رجالة جاجا. وفي الوقت ده بيقول سوامي لشيفاجي ان العملية دي داخل فيها ناس كبار وبيطلب منه انه يهرب ويسيب البلد وانه ما يروحش للشرطة لانهم هيوصلوا له ويقتلوه. وفي اللحظة دي بيقلبوا رجالة جاجا العربية بسوامي وشيفاجي، لكنهم بيتفاجئوا بشيفاجي خارج من العربية وبيضربهم وبيطيرهم وبيحدفهم على العربية. وبيحاول شيفاجي انه ينقذ سوامي اللي بيكون تحت العربية، فبيحدف واحد من رجال الجاجا على العربية وبيعدلها، وبيخرج سوامي اللي بيطلب منه انه يعتني ببنته الوحيدة وبيموت. وبياخد شيفاجي صورة بنته وبياخد مسدس سوامي وبيهرب قبل ما الشرطة توصل، وبيروح للاستوديو وبيشوف جاجا وهو بياخد الميموري من راجيش، فبيستخبى شيفاجي في عربية جاجا علشان يقدر انه يوصل لانيميكا. وبيسمع شيفاجي جاجا وهو بيكلم واحد اسمه كبير وبيقول له ان الميموري معاه وانه قتل شيفاجي ورانجناس وانه هيقتل انيميكا بشرط انه يحول له الفلوس اللي اتفق معاه عليها. فبيقول له كبير انه هيحول له جزء من الفلوس والباقي لما يستلم الميموري منه. وفي نفس الوقت بنشوف كبير وهو بيبعت رسالة لواحد مجهول وبيطمنه انه وصل للميموري. وبيوصل جاجا للبنك وبينزل هو وزميله علشان يجيبوا الفلوس اللي حولها ليهم كبير. فبيشوف ضابط المرور ان العربية واقفة مخالف وبيتفاجئ بوجود مسدس فيها، فبيخرج شيفاجي من العربية وبيكون قلقان انه يتقبض على جاجا لانه بكده مش هيقدر يوصل لانيميكا. فبيدخل للبنك وبيخبي وشه وبيهدد جاجا وبياخد منه الفلوس وبياخده وبيهرب، وبيركب معاهم شيفاجي العربية وبيهربوا، لكن الضابط بيبلغ عن العربية فبينزل شيفاجي وبيسيبهم، وبيتجنن جاجا من فلوسه اللي اتسرقت وبيسيب العربية هو والمساعد بتاعه وبيسرقوا عربية وبيهربوا فيها. وبياخد شيفاجي موتوسيكل من واحد وبيسيب له شنطة الفلوس بتاع جاجا وبيجري بالموتوسيكل ورا جاجا لحد ما بيوصل للمكان اللي خاطفين فيه انيميكا. وبيدخل جاجا وبيكون هيقتل انيميكا لكن بيجيله تليفون فبيسيب الميموري والمسدس بتاعه وبيخرج عشان يرد عليه. فبيدخل شيفاجي وبياخد انيميكا والميموري وبيهربوا، لكن بيشوفهم مساعد جاجا وبيصرخ علشان يمسكوهم. فبيجري شيفاجي هو وانيميكا وبيضرب واحد منهم وبيطير التاني وبيقتل التالت، وبيخش على الباقي وبيظبطهم ضرب باتصات وبياخد انيميكا وبيخرجوا. وبيهرب شيفاجي مع انيميكا في العربية اللي سرقها جاجا عشان يتصدم جاجا لما بيدخل ويكتشف ان انيميكا والميموري اختفوا. في نفس الوقت بيوصل له المساعد بتاعه وبيقول له ان شيفاجي عايش وانه اخد انيميكا وهربوا، فبيتعصب جاجا وبيضربه. وفي اللحظة دي بيوصل كبير وبيعرف ان شيفاجي اخد انيميكا والميموري فبيقتل جاجا. وبيتصل كبير بريشي اللي بيكون رئيس الوزراء وبيقول له ان شيفاجي اخد انيميكا والميموري، فبيأمره ريشي انه يقتلهم. في نفس الوقت بيكون شيفاجي بيبلغ انيميكا بموت باباها وبيحكي لها اللي حصل، وبتحزن على موت ابوها وبتعيط وبتقول لشيفاجي انها مش هترتاح غير لما تنتقم من اللي قتلوا باباها. فبيقول لها ان السر كله في الميموري
الميموري اللي معاهم وبيحط شفاجي الميموري في موبايله، لكنه بيتفاجئ ان في كلمة سر، وبتقول له انيميكا ان باباها دايما بيكتب كلمة السر بتاعته في الاجندة بتاعته اللي بتبقى موجودة في مكتبه في القناة. فبيروحوا للقناة وبيتفاجئوا انها مليانة بضباط الشرطة لان راجيش هو كمان اتقتل. فبيطلب شفاجي من انيميكا انها توصف له الطريق لمكتب باباها علشان يروح ويجيب الاجندة. فبتوصف له المكان وبتقول له كلمة السر بتاعت الخزنة بتاعته، وبيروح شفاجي وبياخد الاجندة وبياخد كاميرا تصوير، وبيخرج وبيحاول هو وانيميكا انهم يدخلوا كلمة السر لكنها ما بتكونش صح. فبيقول لها شفاجي انه اكيد راجيش غير كلمة السر قبل ما يدي الميموري لجاجا، وبيقول لها ان الحل انهم يهكروا الميموري لكنه محتاج لانترنت سريع. فبيروحوا بيأجروا اوضة في الفندق بانترنت، وبيدخلوا للأوضة وبيحملوا الميموري على النت وبيستنوا انها تتهكر علشان يشوفوا اللي عليها. وبتشكره انيميكا علشان اللي عمله علشانها، فبيقول لها انه عمل كده علشان بيحبها. وبيتفاجئ شفاجي بان صاحبه بيخبط على باب الاوضه، وبيقول له انه شافه وهو داخل الفندق وانه جه علشان يطمن عليه. فبيحكي له شفاجي اللي حصل، وبيقول له صاحبه انه اكيد اتجنن لانهم اكيد هيوصلوا له عن طريق انهم يتتبعوا تليفونه. فبيستغرب شفاجي ان صاحبه عارف انه هربان، وبيساله انه ازاي عرف. فبيعترف له انه كبير وصل له واتفق معاه انه هيديه فلوس بالملايين لو انه جاب له الميموري. فبيتجنن منه شفاجي انه باع نفسه، لكن صاحبه بيحاول انه ياخد الميموري وشفاجي بيمنعه. وفي اللحظه دي بيدخل كبير ورجالته وبيضربوا نار، فبيموت صاحبه. وبياخد شفاجي الميموري وانيميكا وبيجري وراه كبير علشان يقتلهم، لكن بيقدر شفاجي انه يهرب منهم، لكن انيميكا بتقع وبتتعلق في سلم. فبيشوفها شفاجي وبينط علشان يمسكها، وبينجح انه ياخدها وينطوا على المبنى التاني. وبينط وراهم واحد من رجاله كبير وبيضربوا شفاجي بالجردل في وشه. وفي نفس اللحظه دي بيقدر كبير انه يمسك انيميكا وبيهددها بالسكينه وبيسالها على الميموري. فبتصرخ وبيسمع شفاجي اللي بيكون واحد من رجال الكبير مثبته وبيحاول انه ياخد منه الميموري، لكن شفاجي بينجح انه يزقه وانه يتخلص منه، وبينزل على المواسير علشان يلحق انيميكا. وبينجح انه يبعد عنها كبير وبياخدها وبيجري وراهم كبير ورجالته، لكن بيقع شفاجي في حفره وبتتزنق رجله ومش بيقدر انه يتحرك. فبيدي الميموري الانيميكا اللي بتاخدها وبيجري وراها كبير، وبتوصل لبيت مهجور لكنه بيوصل لها وبيطلب منها الميموري. فبتحدفه له، وفي اللحظه دي بيوصل شفاجي وبيمسك الميموري وبيضرب كبير، وبيحاول كبير انه يضربه، فبيحدفه شفاجي وبيطيره، لكنه بيقوم وبيحاول انه يضرب شفاجي، فبيوقعه شفاجي وبيقتله. وفي الوقت ده بيوصل ريشي لحيدر اباد وبيقول له راكيش وهو المساعد بتاعه على اللي حصل، وان شفاجي حمل الميموري على موقع هاكر على النت وانهم مش عارفين انهم يوصلوا الكبير. فبيقول له ريشي انه يقفل الانترنت لغايه ما يحلوا المشكله. فبيقول له راكيش ان متخصص الكمبيوتر بيقول له انه يقدر انه يعطل الانترنت لمده 45 دقيقه، لكن البلد هتخسر كتير. بس ريشي بيصر على انه يعطل الانترنت، وبيقول لراكيش ان ارون ضابط الشرطه هو الوحيد اللي يقدر يساعده في انه ينهي المشكله دي. فبيتصل ريشي بارون وبيقول له انه يعلن ان انيميكا هي اللي قتلت باباها وهربت مع شفاجي، وبيأمره انه يقتلهم ويعلن ان المسألة بتخص الامن القومي. فبيعلن ارون لجميع ضباط الشرطة انهم يقتلوا انيميكا، وكمان معاها شفاجي اول ما يشوفوهم. في نفس الوقت اللي بيقول فيه شفاجي لانيميكا ان الشرطة ممكن توصل لهم عن طريق الفيزا وارقام تليفوناته، وبيعرفوا في الوقت ده ان الانترنت اتقطع. فبيطلب منها شفاجي انها تاخد اجندة باباها وتتصل بكل الصحفيين وتطلب منهم يتجمعوا في مول مانجيرا، وبيديها الميموري وبيقول لها انه لو مرجعش ليها تحاول انها توصل بالميموري ده للحاكم، وبيقول لها كمان انه هيعرف انه يبعد الشرطة عنها، وبيسيبها وبيمشي. وبيكون ريشي في الاسم بيتابع عمليات تتبع شفاجي وانيميكا، وبيدخل شفاجي مطعم وبيحاسب بالفيزا بتاعته، وبتعرف الشرطة مكانه وبيروحوا للمطعم، لكنهم مش بيلاقوه. بيسرق شفاجي تليفون وبيتصل بصاحبه، وبيرمي التليفون في عربية وبيتكلم في تليفون عمومي، وبيسحب ببطاقته من ماكينة سحب. وبيكون شفاجي بيعمل كل ده علشان يبعد الشرطة عن المول، لكن الشرطة بتكتشف انه دخل المول مع انيميكا وان في اعلاميين كتير هناك. فبيتجنن ريشي وبيأمر ارون ان قوات الشرطة كلها تروح المول، وبيوصل شفاجي للمول وبياخد انيميكا وبيهربوا، لكن وهم بيهربوا بتكسر الميموري. فبياخد شفاجي الاجندة وبيهرب وبيبدل هدومه مع واحد تاني اللي بيشوفوه وبيضربوا على دراعه النار. في نفس الوقت بيقدر شفاجي وانيميكا انهم يخرجوا بره المول، لكن الصحفيين بيسألوا عن سبب ضرب النار. فبتعلن الشرطة انهم بيحاولوا يقبضوا على مجرمين خطيرين ومسلحين كمان، وهم انيميكا وشفاجي.
في نفس الوقت بيقدر شيفاجي انه يوصل لكمبيوتر وبيكون الانترنت اشتغل وبيفتح موقع الهاكر. وفي نفس الوقت في الاسم بيكون موظف الاتصالات بيعرض على ريشي نفس الفيديو اللي على الموقع، وبيكون الفيديو بيعرض بيت الممثلة نيها وريشي معاها، وهي بتطلب منه انه يطلق زوجته وانه يتجوزها لانها حامل، فبيطلب منها انها تجهض الطفل، فبتضربه وبيضربها وبيزقها وبتتخبط في دماغها وبتموت. فبيتصل بكبير اللي بيوصل مع رجالته وبيشيل اي اثر لوجود ريشي وبيفتحوا الغاز وبيمشوا، فبينفجر البيت. بعدها بيحمل شيفاجي الفيديو على فلاشة، وفي الوقت ده بيقتل ريشي الموظف وبيلغي الفيديو قبل ما يحمله شيفاجي، وبيتعصب لكنه بيقول للانيميكا ان عنده خطة، وبيتصل بارون وبيطلب انه يكلم ريشي وبيقول له انه عاوز يقابله على محطة القطر، وبيطلب منه انه يجيب له فلوس مقابل انه يديله الميموري، وبيروح ريشي بالفلوس علشان يقابله، وبيفاجئه شيفاجي وبيلبسه كوفية حمراء وبيحط معاه تليفون وبيبدل معاه شنطة الفلوس بشنطة تانية، وبيهدده انه لو شال الكوفية هينشر الفيديو اللي معاه. وفي الوقت ده بتكون الشرطة بتطرد ريشي وهم فاكرينه انه شيفاجي، فبيخاف ريشي وبيشيل الكوفية، وبيسمع في اللحظة دي صوت قنبلة في الشنطة اللي في ايده، وبيتصل بيه شيفاجي وبيقول له ان القنبلة هتنفجر بعد 30 ثانية، فبيخاف كل اللي في المحطة وبيهربوا. وفي اللحظة دي بيقرب راجل عجوز فبتنتبه ليه الشرطة، وبينط شيفاجي وبياخد ريشي وبينط بيه في القطر اللي ماشي، وبيجري ارون علشان يلحق ريشي في المحطة اللي بعدها، لكنهم مش بيلاقوا اي اثر لريشي، فبيتتبعوا تليفونه. وفي الوقت ده بيكون شيفاجي بيصور ريشي على الموبايل وبيطلب منه انه يعترف باللي حصل، وبيقول له ان الميموري اتكسرت، وبتكون انيميكا بتذيع اللي بيحصل لكل قنوات الاخبار اللي بتعرضها مباشر على قنواتهم، والبلد كلها بتتفرج. وبيقول شيفاجي ان ريشي هو اللي قتل الممثلة نيها وقتل رانجناس وراجيش والظابط سوامي، وانه عاوز انه يقتلهم وبيجبره انه يعترف، فمش بيعترف. وبيقول ريشي انه بيحب بلده وبيسأله عن انه بيشتغل لاي حزب معارضة، لكن شيفاجي بيقوله انه كذاب وغشاش وبيخدع كل الناس لصالحه وانه مستعد انه يموته. في الوقت ده بيكون الحاكم بيتفرج على اللي بيحصل، وفي اللحظة دي بيوصل ارون وبينقذ ريشي، وبيقبضوا على شيفاجي، وبيقوم ريشي وبيكسر التليفون وبيضرب شيفاجي وبيقوله انه قتل نيها، وبيقوله انه معاه القوة السياسية، وبيأمر ارون انه يقتل انيميكا ويصور قتلها فيديو ويعرضه على شيفاجي، وانه يسجنه ويسيبه في السجن يتعذب بموتها. وبيخرج ريشي برجالته، وبنعرف ان شيفاجي كان معاه الكاميرا طول الوقت في قميصه، وان اعتراف ريشي اتذاع على كل القنوات. وفي الوقت ده بيأمر الحاكم باعتقال ريشي، وبيقابله شيفاجي وبيقول له ان اللي بينهي الحرب هو اللي فايز. وبينتهي الفيلم بان شيفاجي بياخد الفلوس اللي اخدها من ريشي وبيوصلها لبنت سوامي، وبيقول لها انها بقى عندها اخ كبير، وبيرتبط اخيرا هو وانيميكا. وبكده صديقي المشاهد تبقى خلصت احداث فيلمنا النهارده. ما تنساش تقولي رايك عن الفيلم ده في الكومنتات عشان بيفرق معايا جدا جدا، وشكرا جدا ليك لو وصلت معايا